السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالتي النهاردة للأزواج اللي بيقولوا لزوجاتهم انتي بتعملي ايه طول النهار. تعالى اقولك هي بتعمل ايه طول النهار. يوم اي ست مصرية بيبدأ كالتالي: بتصحى في ميعاد صحيان زوجها للشغل، تحضر الفطار عقبال لما زوجها ياخد شاور، تفطره بدل ما شيرين السكرتيرة تفطره وتودعه للشغل، تدخل تنام بسرعة تلحق تنام لها شوية، بالذات لو عندها طفل قبل ما يصحى. فعلا ساعة ونص ساعتين بيحصل استيقاظ اضطراري. هي لو عليها هتكمل نوم طول اليوم، بس الكائن الصغير اللطيف صحى، تقوم تأكل الكتكوت وتغيرله، وبعدين تعمل قهوة. هي كده كده بتتشرب باردة عشان بتتنسى في أماكن متفرقة في البيت، بس أهو أي كافيين يسند الزير عشان تعرف تواصل. البيبي غير وأكل، نبدأ بقى عايز يلعب، بعدين عايز يتمرجح، احكيلي قصة، غيريلي تاني، وصلة عياط بدون سبب، عايز ياكل، عايز حاجة حلوة، وهكذا إلى ما لا نهاية من الطلبات والعياط. تقوم تدخل المطبخ، وهنا ليفل الوحش، ما هو ده ما يتقالش عليه غير كده. تغسل المواعين وتشطب المطبخ وتبدأ بقى فقرة هنعمل أكل ايه، وفي الآخر بتقرر تعمل مكرونة وبانيه. تطلع الأكل يفك من التلاجة، وتدخل المعيشة تلم بقايا سهرة امبارح، كوبايات في كل حتة، فرافيت في كل مكان، هدوم هنا، ريموت هناك، ازايز مية فاضية، تحط كل حاجة مكانها وتكنس الأرض وتاخد الأزايز تتملى. تدخل على غرفة النوم، تفرش السراير وتكنس الأرض، تلم الغسيل المش نظيف، تعمل غسلة، تلم المتنشر، تنشر المغسول، تطبق الملموم، توزع المتطبق، وهكذا في دوامة الغسيل. كل ده بيتخلله طفل متشعلق في رجليها مع طلبات وزن لا ينتهي. تدخل المطبخ تجهز الغدا، تقطيع وتشويح وتفصيص وسلق وقلي. ما هو تجهيز الغدا ده لوحده حكاية، مش بعصا سحرية والله. وبعدين تغسل المواعين اللي طلعت من التجهيز، وبعدين بيجيلها اتصال من أخطر الاتصالات على الإطلاق. اتصال بيصيبها بالتوتر ويخليها تلف حوالين نفسها. اتصال من زوجها بيقولها انه خرج من الشغل وفي طريقه للبيت، وهنا تبدأ ساعة الصفر. تشطب اي حاجة عايزة تتشطب، وتاخد شاور وتلبس وتتزوق وتبقى زي نجمات السيما عشان تعجب الأستاذ. الطفل يغير ويصرح ويتعطر ويبقى بيلمع عشان بابا جاي. الزوج العزيز نور يدخل يشيك على البيت ولا كأنه جاي يستلم الشقة من مهندس ديكور. ده مش هنا ليه، وده محطوط كده ليه، ولا انا الله والله. يدخل ياخد شاور عقبال لما الزوجة تحضر الغدا، ياكلوا وتقوم تلم المواعين وتغسلها. الزوج يقعد يستريح عشان خلاص بقى خلص شغل، وهي مش بتخلص شغل، بل هي خلصت الشفت النهاري وبدأت في الشفت المسائي. يقعد يتصفح الفون شوية وهي تقوم تعمله شاي، وبعدين يقرأ كتاب ولا جرنان، فهيحتاج عصير فريش، وبعدين يمدد شوية على الكنبة، ممكن يطلب حلويات. كل ده يتخلله طفل بطلباته بغياره بأكله بلعبه، وبكده يكون يومه هو خلص. يقوم ينام وهي تدخل تنيم الطفل، وياه أخيرا وقت لنفسها. تقعد تفكر أشرب مشروب ولا أقرأ كتاب ولا مسقط وحركات، وفي الآخر بتقرر إنها تدخل تنام أحسن الطفل يصحى وما تلحقش تنام عشان تشحن اليوم تاني زي اللي فات. عايزة أقولك إن الست بتمر في يومها بكمية مواقف ومسؤوليات، لو انت مريت بيها كفيلة انها تجيبلك انهيار عصبي، وده فعلا مش هزار. كالتعامل مع الأطفال، وسبحان الله هذه فطرة الله التي فطر المرأة عليها، ودي مسؤوليتها، وهي بتعملها بترحاب وبدون تذمر. بس هي مش محتاجة منك غير تقدير وكلمة حلوة عشان تقدر تواصل. فرسالتي ليك: قدر مجهود أي ست في حياتك، سواء أمك أو أختك أو زوجتك أو بنتك، وسمعها كلمة حلوة. ده النبي قال رفقا بالقوارير. وبكده نكون وصلنا لنهاية رسالتنا النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.